الآباء الكهنة الأفاضل، الأخوات الراهبات، الإخوة والأخوات الأعزاء، أهلا وسهلا بكم جميعا في اليوم الثالث من برنامج تنشئة كادر التعليم المسيحي. نستهل لقاءنا هذا بالصلاة، راجين من الرب أن يبارك هذا اليوم ويمنحنا نعمة الإصغاء والتعلم. فلنتفضل واقفين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها السيد أشرق في قلوبنا النور الصافي، نور معرفتك الإلهية، وافتح أعين ذهننا بفهم تعاليم إنجيلك، ضع فينا خشية وصاياك فنسلك سلوكا روحيا ونفتكر في كل ما يرضيك ونعمله لأنك أنت إنارة نفوسنا وأجسادنا. أيها المسيح الإله، اجعلني شغوفا بك على الدوام. بدد يا رب كل الظلمات التي تسربت إلى أعماقي حتى أعرفك وأستقبلك وأحبك لأنك قوتي، حصني ومنقذي أيها الحب الممتلئ بالحكمة. ولك المجد مع أبيك الذي لا بدء له، وروحك القدوس الصالح والصانع الحياة، والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. والآن نتشرف بدعوة الأب الدكتور جورج كحولة معلم التعليم لمحاضرته بعنوان معلم التعليم المسيحي والكتاب المقدس، ليقدم لنا محاضرته لهذا اليوم. تأكيد أنه إذا نقول تعليم مسيحي ما هي معلومات فقط، ما هي معلومات نظرية ناخذها. إذا هي فقط معلومات نظرية، أيضا الغير المؤمن من يقرأ الكتاب المقدس أو كتاب لاهوتي يأخذ معلومات فقط. لكن التعليم المسيحي هو انفتاح على كلمة الله وعيش الكلمة فقط. بهذه الطريقة نقدر ننطي المعنى العميق لهذه الكلمة تعليم أو هذه العبارة تعليم المسيحي. وبالتأكيد احنا إذا نكون أو مختصين بتعليم الأطفال نحتاج إلى أولا نهضم الكلمة، هذه الكلمة اللي قلنا أنه تصير حياة، نهضمها وبعدين نقدر ننطيها بطريقة وبفاعلية أكثر للأطفال، يعني الأطفال يتفاعلون معها. زين، السؤال الثاني: أين يمارس عمل التعليم المسيحي؟ وكان ذكرنا، حتى أسهلها عليكم، كان ذكرنا الوسائل ومحيط العمل، يعني وسائل التعليم، يعني من وين ناخذ التعليم المسيحي للكنيسة، من أي مصادر. كان ذكرنا بوقتها 5، ما كان ذكرنا 5 مصادر. أول مصدر لازم ما ننسى اللي هو الكتاب المقدس، صحيح. بعدين عندنا بعد نعم تعليم الكنيسة، نعم عندنا تعليم الكنيسة ككتاب، تعليم المسيح الكاثوليكي، وأيضا كتعليم الكنيسة المتوارث. زين، ما فقط عندنا شيء مكتوب أو شيء بس يعني يقدم كمنهاج، لكن أيضا هناك أمور أخرى في متوارثة في الكنيسة. وأيضا عندنا مصدر آخر، زين، مصدر الثالث كان قلنا بوقتها هو هم ده أغشكم، يعني هم كتابات الآباء، آباء الكنيسة يعطون تعليم لاهوتي، ويعطون أمور كثيرة في الحياة المسيحية. هذا المصدر الثالث. وعندنا المصدر الرابع اللي نوهتم عليه بالنقطة الثانية،
لكنه أيضا هو ضمن هذه النقطة بصورة خاصة. عندنا المجامع الكنسية. المجامع الكنسية تعلن حقائق عقائدية وتدخل ضمن مراجع روحانية الكنيسة. وعندنا مصدر أخير خامس، هذه يعني أذكر المصادر الرئيسية هي. المصدر الخامس شنو هو؟ إذا تتذكرون، أيضا ما ينفصل عن حياتنا الروحية والكنسية اللي هي الليتورجية. نعم، الليتورجية هي أيضا مصدر للتعليم المسيحي. الليتورجية تعلمنا كثير أمور، لا بل هي تطبيق لما نتعلمه من أفكار، من لاهوت، وأيضا من حياة مسيحية في الليتورجية. وهذا الشيء أكيد يحتاج إلى تعمق أكثر، شلون الليتورجية هي مصدر للتعليم المسيحي. إذا شفنا كل هالمصادر من الثاني إلى الخامس تستند إلى شو ما قلت من البداية، المصدر الأول اللي هو الكتاب المقدس أو كلمة الله، اللي هي منبع ومعين للتعليم المسيحي. وكلمة الله هي غذاء لمعلم التعليم المسيحي، هي غذاء، ما هي فقط معلومة، ما هي فقط أمور يمكن نظرية، لكن هي غذاء لمعلم التعليم المسيحي. تصوروا أنه معلم تعليم مسيحي ما يعرف مثلا عن الكتاب المقدس يشرحه أو يشرح قسم من الأمور اللي فيه، كل من بحسب أكيد طاقته وأيضا اختصاصه أو مرحلة اللي يدرس بها يعلم بها. كلمة الله ليست مرجع نذكره لتبرير موقف أو مثال لشرح موضوع. هذا شلون نتعامل مع كلمة الله. كثير من الأحيان حتى أجاوب موقف على موقف معين أو أبرره، أجيب آية مقطوعة من الإنجيل ويقول يسوع هكذا يقول فقط، وكأنه هو يعني كلمة الله تبقى كدفاع أو أمر تبريري لحياتنا أو لتفاصيل حياتنا. وبالتأكيد نقدر نستعمل كلمة الله، لكنه ما منفصلة عن واقع هل الكلمة وين موجودة، ايش يقصد بها الكتاب المقدس أو ايش يقصد بها الإنجيلي. وأيضا علينا أن نجعل من خلال التعليم المسيحي نجعل الأطفال يعيشون الإنجيل. عيش الإنجيل مهم جدا، وراح نجي عليها شلون من خلال أكيد تفاصيل دروس التعليم المسيحي اللي ننطيها. وإذا تكون كلمة الله منفصلة عن الحياة، بمعنى هي كلمة جامدة ما إلى ديناميكية في حياتنا كمؤمنين، وأكيد في هذا النشاط اللي هو تعليم الأطفال، تعليم المسيحي، وأيضا تعليمنا إحنا الكبار. لازم تصير حياتنا صدى يضخم كلمة الله فينا. صدى يعني حياتنا تصير صدى لكلمة الله اللي تتضخم، ما يصير نخنقها كلمة الله، ما يصير نحصرها ونجمدها في قوالب، لكن لازم تبقى ك شيء فعال في حياتنا، ما ينتهي. الصدى المفروض ما ينتهي، ولو يعني اكو صدى اذا تروحون على كنائسنا صدى ما شاء الله زين، بس كل الاحوال صدى كلمة الله لازم ما تنتهي في او ما لها حدود، ننطيها في حياتنا ونخليها
تتفاعل في حياتنا. كلمة الله تبقى أيضا أسلوب حياة. شو ما قلنا إذا نفصلها كلمة الله عن حياتنا تصير جامدة ميتة، لكن إذا حياتنا هي حياة إذن تصير كلمة الله وكأنها أسلوب في حياتنا أنه نعيش ونعكسها. وهذا الشيء أكيد لازم معلم التعليم المسيحي لازم يلتزم به. ليش؟ لأنه أنا إذا أكرز بشيء، أعلم شيء وأعيش شيء، هذا خطر جدا، وخطر للأطفال اللي إحنا في احتكاك معهم. شلون أكون أنا مواكب لهذه الكلمة، وكلمة الله تبقى هي دستور وقاعدة حياة. يعني هذه الازدواجية أكيد ما يصير في حياتنا. كلمة الله أيضا تجعل المؤمن، وأيضا نخلي الأطفال أيضا، أنه ينخرطون في تاريخ الخلاص. عادة من نقول تاريخ الخلاص وكأنه هو أمور تاريخية سابقة، وأمور يعني ما موجودة اليوم، كانت، لكنه تاريخ الخلاص هو واقع اليوم. شلون نقدر إحنا ندخل في أشخاص في تاريخ الخلاص؟ تذكرونكم هاي السلسلة، سلسلة الكتاب المقدس، اللي هم يعني أشخاص أطفال من واقع اليوم يدخلون وكانوا أشخاص ضمن قصص الكتاب المقدس. إذا نقدر نخلي الطفل يشعر أنه جزء من القصة، بالفعل راح يكون له تأثير كثير في حياته، كبير في حياته. وقصص الكتاب المقدس تصير قصصنا احنا يعني كمؤمنين، وايضا نخليها ايضا قصص في حياة الطفل. طبعا من المفيد مقاسمة كلمة الله بين معلمي التعليم المسيحي. يعني هسه نجي على المستوى بيناتكم، يعني من تقعدون شنو هي المواضيع اللي تحكوها؟ هي مواضيع حياتية، ايش ناكل، ايش نلبس، شو ما يقول ربنا هذا يطلبه الوثنيون. احنا لازم تكون غذاء كلامنا او مادة كلامنا هي كلمة الله، ونناقش بها ما فقط امور نظرية، لكن انا شلون اعيش باي طريقة في زمان معين. من كنا شباب، ابونا يمكن يتذكر في مجالسنا، في لقاءاتنا، شلون نحل امور كثيره في المجتمع وفي حياتنا احنا على ضوء كلمه الله. شلون نخلي حياتنا بالفعل هي تتغذى من كلمه الله، ما ناخذ امور مثاليه من مكانات اخرى، من ثقافات معينه، من فلسفات، لكن تصير هي كلمة الله هي المنبع، وهي اللي تغذي حياتنا، وهي مصدر لما فقط فكرنا، لأنه الإيمان ما هو فقط فكر لكن أيضا قلب، اللي القلب يفكر شو ما يقول الكتاب المقدس. فشون نخلي هذا قلبنا هو مستعد أن يتقبل كلمة الله ويتغير بحسب هذه الكلمة وبحسب متطلبات هذه الكلمة. إذا أسألكم سؤال، هذا لازم تجاوبونه، يعني هل الكتاب المقدس مكون من كتب وقصص منفصلة عن بعضها أم لا؟ نعم. لا. متفقين كلكم؟ طبعا أكيد لا. بس إذا أخذ كل كتاب من سفر من أسفار الكتاب المقدس وأقرأ لوحده ونشوف أنه أو ما أربطه ببقية الكتب، أشوفها هي كتب منفصلة.
زين. وكأنه طبعا إذا في العهد القديم حوالي 40 كاتب، زين، اللي باسمه أو باسم مستعار يكتب السفر أو الكتاب، وهذول عاشوا في حقب متباعدة، زين. وتصوروا الكتاب المقدس يعني إلى أن يكتمل يحتاج إلى 1000 سنة، زين. فشون لكن هي قصص متسلسلة وهي متباعدة بالزمن وبالثقافة أيضا، وين صارت، وين انكتب هذا السفر، وأيضا أشخاص. يعني كل واحد من عندنا إذا يألف شيء يكون مختلف عن الآخر، وإحنا بنفس الزمن عايشين نفس الواقع، لكنه أكو اختلاف، وهذا الاختلاف يرجع إلى شيء معين أو إلى أمر معين. إذا نقول من هو مؤلف الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس له مؤلف واحد؟ ماكو، لا. لكن شلون اكو توحيد او وحده في هذه او تسلسل في هذه الكتب اذا ماكو مؤلف واحد؟ وحي من الله، صحيح هو وحي من الله، واذا اكو مؤلف. اذا اكو يعني نقول وحي من الله، هذا المؤلف هو الله، إنسان، حبقوق، زين، أوكي. المؤلف الأول هو الله، فلذلك أكو وحدة في الكتاب المقدس، زين. الله هو مؤلف الكتاب المقدس، لكن الله بالوحي، زين، يخلي هذا الكتاب يترجم بلغة بشرية. من يعرف لغة الله؟ ما حد. بأي لغة حكى الله؟ ماكو لغة، زين. لكن نشوف أنه الله هو مؤلف الكتاب المقدس، طبعا بكلمات حصرية ما نقدر يعني، زين، بس إذا أقربها بحسب أفكارنا كبشر يعني أو محدوديتنا، زين، لأنه كل كتاب لازم يكون له مؤلف، زين. وبما أنه عندنا كتاب مقدس هو يعني بين يدينا، أكو صفحات، أكو كلمات، أكو زين، إذن لازم يكون أكو مؤلف. المؤلف قلنا هو الله والبشر، زين، الناس كتبوا بوحي، والوحي ما ينقسم، هو وحي واحد لأنه مصدره واحد هو الله. هذه الحقيقة، حقيقة الله هي مترجمة بلغة بشرية، أوكي. إذن حقيقة الله مترجمة بلغة بشرية، وطبعا ما ندخل بتفاصيل أي لغة، لأنه نعرف أنه الكتاب المقدس العهد القديم كتب باللغتين، أولا العبرية ثم اليونانية، قسم من الأسفار باليونانية 7 أسفار، والعهد الجديد مكتوب حصرا باللغة اليونانية، زين. أريد أعطيكم فد بانوراما للكتاب المقدس، شون نقدر نتصوره كقطعة واحدة، زين. طبعا يعد شرح الإنجيل للأطفال موضوع أساسي طبعا لمن يرغب في إيصال القيم المسيحية بطريقة بسيطة وسلسة، ويتطلب سرد قصص يسوع ورسائل الإنجيل والإنجيل للصغار، أسلوب حساس وواضح وجذاب، قادر على جذب انتباه دون المساس بعمق الرسالة. يعني من نشرح الكتاب المقدس ما يصير نغير به، زين،
لأنه بعدين خصوصا أطفالنا اليوم ينتبهون كثير، زين، فيبقى الشيء الخطأ في بالهم. الأفضل أنه ننطي معلومة ناقصة ولا معلومة خاطئة. زين، معلومة ناقصة يأخذها في مكان معين آخر في مرحلة أخرى، لكن ما معلومة خاطئة. طبعا هسه رح نكشف عن هذه البانوراما نقول للكتاب المقدس. أما يتكلم العهد الجديد. إذا طبعا احنا نعرف العهد الجديد وأيضا العهد القديم طبعا، بس العهد الجديد لأنه مرتبط بيسوع المسيح اللي نؤمن به مصلوبا ومخلصا. طبعا نبدي من بداية الكتاب المقدس حتى نفهم ايش صار في وقت يسوع المسيح. الكتاب اللي هو طبعا الكتاب المقدس هي قصة عهد، زين، عهد بين الله والإنسان. هو رواية طويلة فريدة من نوعها، يتكلم عن موضوع موحد مقسم إلى أفعال ومبادرات متعددة. العهد القديم يهيئ مجموعة من القصص والأعمال التي تسمح لنا بمتابعة الحدث الذي يليه، يعني أكو تسلسل فيه. هناك مواضيع مركزية، أكو صراعات مستمرة، أكو أشكال ونماذج متنوعة يتناولها أيضا العهد الجديد مجددا، يجي عليها لإغناء وإتمامها في حياة وشخص يسوع المسيح، شو ما نقول، أو في الأناجيل، إنجيل متى كما في الأنبياء. وأيضا بولس يستشهد أو يجيب أحداث من العهد القديم. وإذا ما كان أكو هذه الاستمرارية، ما كان أكو يعني من العهد الجديد يأخذ من العهد القديم حتى يستند عليه. تبدأ القصة طبعا بالخلق، يخلق الإنسان، الرجل والمرأة، ويمنح الله لهما هيكلا يسمى جنة عدن. كل هاي الكلمة، كل كلمة بها معنى، لأنه راح نرجع عليها في العهد الجديد. جنة عدن لكيما يديرونه بمعية الله وبإرشاد الله، لا، لكن البشر لم يفقهوا هذا المشروع، فوقعوا في التجربة متمردين على الله، فيرسلهم الله إلى أرض آردة قاحلة، يقتلون بعضهم البعض ويتفننون في عمل الشر. أكيد في بالكم سفر التكوين، ما يبنون مدنا يظهرون حدة شرورهم. أولى هذه المدن كانت بابل المتعمقة في الشر. الله يحب البشرية ويرغب في خلاصها، لذا فإنه يعد بمجيء الإنسان الجديد المخلص الذي سوف يسحق الشر الذي حمل البشر على التدمير الذاتي. الحدث الذي يتبع العهد القديم يعيد ما سبقه، لكن برواية جديدة. يعني شنو يتبع العهد القديم؟ عندنا العهد الجديد برواية جديدة وبخليقة جديدة تبدأ بيسوع الناصري. الأناجيل تقدم يسوع المخلص الموعود كملك وككاهن، يحمل الخلاص للشعب، أو كخليقة جديدة اللي هو آدم الجديد الذي سوف يحمل الخلاص للبشرية. ويبدأ يسوع وعظه، فقدم نفسه مرسلا من الله ليبشر بالملكوت الحاضر والآني.
يقدم نفسه كابن الإنسان الذي جاء ليخدم. إنه الإنسان الجديد الذي كان من المفترض أن كل إنسان يتشبه به. ليش نقول أنه لازم نتشبه بكلمة الله؟ جاء يسوع ليخلص الإنسان من الشر بواسطة أداة الشر التي علق عليها، الذي هو الصليب. إذن من الشر يخرج الخلاص أيضا. مات يسوع بسبب شر البشرية، أي العنف والخطيئة والشر. جاء ليخدم ويعطي ذاته كفارة عن خطايا الكثيرين. هذا كان تعليم يسوع، بأن المحبة والسلام هي أقوى من الشر، وفعل ذلك بوسيلة هي أبعد ما تكون واقعية بالنسبة للبشر. إنه خلصها بالموت. تصوروا أنه حياة تخلص بالموت، تناقض ما؟ لكنه هو هذا مشروع الله. خلصها بموته وقيامته باعتباره نموذجا لكل إنسان يأتي مدعوا إلى القيامة. هذا التعليم حمله أتباع يسوع في كتاب أعمال الرسل بقوة الروح القدس للبشرية جميعا، داعين جميع البشر إلى ترك ارتباطهم السابق بالإنسانية القديمة والانضمام إلى أسرة يسوع الجديدة المتعددة الأعراق. فتصوروا شلون نتحول من شعب واحد مختار إلى رسالة إلى جميع الأمم. نعرف أنه البشرية بدأت بآدم وحواء، وكانت أيضا في قبل نوح كل الشعوب بابل. وإذن الله كان لجميع الشعوب، والله يختار له شعب حتى يوصل الرسالة. يقول ما تفيد بعد مع البشر، خلي اختار شعب، وهذا الشعب هو يوصل هذه الكلمة إلى البشر، وتوصل الكلمة إلى البشر. واليوم عندنا مع يسوع هناك أسرة جديدة وهناك شعب جديد. نرجع إلى شمولية الخلاص. وهنا يدخل دور الرسائل الذي توجه إلى الجماعات المختلفة، وتدعو هذه الرسائل المؤمنين إلى إيمانهم بموت وقيامة يسوع المسيح، وإعادة النظر في اعتبارات كثيرة في حياتهم الوثنية تنقلب إلى حياة بها ملتزمة بأخلاق المسيح. إن تعليم الرسل وكرازتهم كانت تدعو إلى إعادة قراءة العهد القديم على ضوء شخص يسوع المسيح. وهذا الشيء اللي قلنا عليه أكو تواصل وارتباط بين العهد الجديد والعهد القديم أيضا. وعكس كل ذلك على الحياة الشخصية والحياة الجماعية. كل البشر هم تحت طائلة السبي البابلي، وكل البشر هم تحت طائلة عبودية مصر. ويسوع جاء ليجعل من البشرية خليقة جديدة محررة ومستعدة للدخول إلى أرض الميعاد، أرض الموعد. البشرية القديمة هي موجهة نحو الموت والتراب، لكن قيامة المسيح سوف تحمل إلى الخليقة البشرية الجديدة. وفي زمن الشر هذا سوف يفتتح يسوع الخليقة الجديدة. ونصل إلى الفصل الأخير من هذا الكتاب المقدس، أو أيضا من مخطط الله في سفر الرؤيا. وسفر الرؤيا هو خاتمة مهمة في الكتاب المقدس. سفر الرؤيا يحمل رموز وأشكال يجمعها من العهد القديم ومن تاريخ البشرية والحياة الحاضرة، ويقدم يسوع كحمل جريح وكذبيحة تقدمة. إنه الحمل ملك العالم المرسل من الله الذي يخرج البشرية من السبي والعبودية، سبي الأمم، سبي وعبودية الممالك. وبقدر ما يستطيع البشر مقاومة تأثير
بابل على حياتهم سوف يعانون ويضطهدون وهم سائرون خلف الحمل. وعندما نسير خلف الملك القائم فإن الموت نفسه لا يستطيع الصمود أمام ظهور الخليقة الجديدة التي تتمثل بالفردوس الجديد. إذن نرجع إلى جنة عدن، جنة عدن، أورشليم الجديدة، المسكن الحقيقي للخليقة الجديدة بعد السبي الطويل الذي عانته ويعانيه البشر أيضا. في الصفحة الأخيرة من الكتاب المقدس إذن وسفر الرؤيا تجي سماء جديدة وأرض جديدة تجمعنا معا، والإنسانية سوف تعود تستلم المهمة الأولى التي أوكلت إليها، أي أن تدير العالم بمعية الله وقوته ومحبته.